وأحسن عوانكم الإمارات، طاح عليكم الدلتا ولا يهضر عليكم إبراهيم غالي. الإمارات مع الأسف بلد صغير وبلد صغير كان يجب أن يكون حساسا لأي اعتداء على بلد صغير، لأنه ربما يتعرض في يوم من الأيام لنفس الشيء. الإمارات احنا نتوقع منهم يعني التضامن، نتمنى منهم ونأمل فيهم الابتعاد عن مناصرة الظالم والوقوف مع المظلوم، مناصرة الحق ومناهضة الباطل. وسمعتوه شي يقول تا هو بكامل قواه العقليه ومتيق راسو انه دوله. واش انت دوله وهميه كتقارن راسك مع الامارات اللي كدوله الامارات المتحده العربيه؟ انت تقارن راسك مع الامارات تاريخ وحضاره، وجيتي انت تقرر راسك احنا دوله. قالك تا هما خصهم يساندونا حيت تا هما دوله صغيره بحالنا. تا هو رجع راسو دوله، قالك يعاون يساندونا حيت حنا بحالنا، تا حنا تا هما يقدر يوقع لهم. علاش يوقع لهم؟ بلادهم كاينه مقاده، عندهم التاريخ ديالها. انت جيتي بغيتي تبني دوله في وسط الدوله وبقيتي تقول انت خصك يساندك. شكون اللي غيساندك؟ غيساندك شي واحد اللي مفروح ولا فارطلو، ولا شي واحد باغي يفك الغرض. صاف، هادو هما اللي غيساندوك. اما شي واحد يساندك زعما على اساس انه تيدافع عليك، تتخربق اولدي. هادشي اللي نقول لك. سد اخويا.